الأسبوع الجاي أجازة نص السنة يا سمر. عندك أفكار نعمل إيه في الأجازة؟ بصي، أنا بموت في لعبة تنس. هو أحلى حاجة عندي. ما تيجي نلعب تنس في الأجازة؟ لا، أنا ما بحبش التنس. فكري في حاجة تانية. طيب، أنا بفضل العوم في وقت الفراغ. تعالي نعوم شوية كل يوم الصبح. ممكن، بس بفضل المشي أو الجري أكتر من العوم. ماشي، ممكن نعمل كده. وإيه رأيك؟ أنا بحب كمان التجديف. يلا يوم الجمعة نروح نادي التجديف ونأجر هناك قارب طول اليوم. لا لا، أنا ما بحبش التجديف. وبعدين هو كل فكرة عندك رياضة رياضة وبس؟ ما تقولي حاجة تانية. طيب، أنا بيعجبني ركوب الخيل. إيه رأيك نروح الهرم ونركب خيل؟ لا، ما بحبش ركوب الخيل. وبعدين ما هو برضو رياضة في رياضة. طيب، أنا قلت اللي أنا عايزاه. انتي عايزة ايه؟ بتحبي ايه؟ قولي. أنا بموت في سماع الموسيقى، وبفضل المسرح الكوميدي عن المسرح التراجيدي، وبحب قراية الروايات البوليسية، وبيعجبني الرسم قوي. عايزة اتفرج على معرض صور. انتي بتحبي الفن بقى. بموت في الفن. طيب يا ستي، ما تزعليش. نعمل شوية رياضة وشوية فن. ودلوقتي يلا نشوف القواعد بتاعت الدرس ده. بحب العوم. الفاعل أنا. الفعل بحب. المفعول به العوم. بحب زائد مصدر أو اسم. بحب العوم. بحب الصيد. بحب التجديف. العوم بيعجبني. الفاعل العوم. الفعل بيعجب. المفعول به أنا. بيعجبني زائد مصدر أي اسم أو مفعول. بيعجبني ركوب الخيل. بتعجبني السباحة. مع فاعل مذكر بيعجبني. بيعجبني العوم. ومع فاعل مؤنث بتعجبني القراية. ولو رأي إيجابي بتعجبني القراية. ولو سلبي ما بيعجبنيش العوم. ما بيعجبنيش لعب الكورة. يعني ما زائد بيعجبني زائد شين. ما بيعجبنيش. وانتوا بيعجبكوا ايه وما بيعجبكوش ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات. واستنونا الفيديو الجاي مع باقي القواعد. باي باي. مع السلامة.